طبعا اكيد الكل تابع الصفقات اللي دخلت نادي الزمالك، لكن الاهم ان كان في راحلين عن نادي الزمالك. وهنا في الحته بتاعت الراحلين دي انا عندي كام تفصيله لازم نتكلم فيها سوا عشان مهمه جدا جدا جدا. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. يوم تاريخي طبعا، احنا بقالنا كتير قوي ما عشناش يوم بالحلاوه والجمال ده، وانا ما كدبتش وكنت قاصد الكلام لما قلت لكم ان يناير هو شهر السحر والاحلام. قبل ما نتكلم في اي تفاصيل عن الصفقات او عن الراحلين او اي حاجه خالص، خلينا نبدأ كلامنا بتوجيه الشكر لكل مجلس الإدارة فرد فرد، والصغير قبل الكبير. طبعا على رأسهم الكابتن حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد، اللي اشتغلوا على الصفقات بشكل كبير جدا وبشكل قوي جدا، وطلعوا تقريبا 11 اسم انضموا لنادي الزمالك. فحابب أشكر فرد فرد في مجلس الإدارة، على رأسهم الكابتن حسين لبيب. طبعا اكيد الكل تابع الصفقات اللي دخلت نادي الزمالك، لكن الاهم ان كان في راحلين عن نادي الزمالك. وهنا في الحته بتاعت الراحلين دي انا عندي كام تفصيله لازم نتكلم فيها سوا عشان مهمه جدا جدا جدا. لكن خلينا نبدا بالصفقات. حد عايز حاجه تاني؟ في اسم ما اتكلمناش فيه قبلها بفتره، كل الصفقات اللي قلت لكم عليها تقريبا كلها جت. يعني يمكن الاسم الوحيد اللي تسامحوني فيه اللي ما اتكلمتش فيه قبل كده هو زياد كمال، وزياد كمال ده خلصان امبارح بالليل، فاكيد هيبقى الموضوع صعب يعني. لكن في الاغلب كل الصفقات الحمد لله كنت قايل لكم عليها من فتره. طيب مين اللي تم؟ عندك احمد حمدي ومهاب ياسر وياسر حمد ومحمد عاطف وناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف جعفر ومنتيابه، وعندك كمان مصطفى اشرف ومحمد شحاته وزياد كمال. ومحمد شحاته وزياد كمال على سبيل الاعاره، المفروض ان شحاته 6 شهور وان شاء الله بنيه البيع، وان شاء الله انا بقول لكم بنسبه كبيره الزمالك مش هيسيبه. وعندك زياد كمال 2.5 سنين اعاره، بس مش بنيه البيع، 2.5 سنين يرجع وبعد كده نتفاوض، او لو حب النادي انبي ان هو يبيعه في اي وقت، نادي الزمالك هيكون له نسبه من البيع. طبعا انا عارف ومتاكد ان اكيد في ناس او اسماء من اللي جم ممكن يكونوا مش عاجبيننا، او ممكن يكونوا اسماء احنا حاسين ان هم مش بقيمه نادي الزمالك، لكن لا شك ان في اسماء قويه وفي اسماء اضافه. فخلينا ندعم الاداره وخلينا ندعم اللعيبه بتاعتنا ونكمل، لان زي ما قلت لك قبل كده انت كان عندك امكانيات بتشوف الانسب ليها. اللي عايز اقول لك عليه كمان ان مفيش ولا اعاره من بتوعنا رجعت ولا اعاره راجعه. الزمالك هيكمل بقيه الموسم بالاسماء اللي لسه متضافه ان شاء الله باذن الله، اللي هيكون ليها اثر كبير وان شاء الله تبقى اضافه لنادي الزمالك، زائد طبعا العناصر المميزه اللي موجوده عندنا. وقبل ده وده التوفيق ان شاء الله يحالفنا، وان شاء الله باذن الله كل شيء هيبقى تمام. الاهم من كده بقى هي المشكله اللي انا كنت عمال اتكلم فيها امبارح واول امبارح، وبصراحه ربنا الاداره ردت عليا سريعا جدا، وهي ان احنا لازم نتخلص من بعض اللعيبه عشان نفضي اماكن للاسماء الجديده. طيب خلينا الاول نقول مين هم الراحلين بالاسماء. عندك اول واحد محمد عبد الغني البنك الاهلي، وعندك كمان محمد طارق المصري، وعندك عمرو السيسي راح فيوتشر، وعندك كمان عبد الله محمد فيوتشر، وعلي ياسر فيوتشر، وعندنا كمان بقى بيسو وسكر وعبد الله جمعه استغنى. والحقيقه ان كان في 3-4 كمان هربوا في الزحمه، كان المفروض برضو يفوروهم مع الناس اللي مشيت دي، لكن ان شاء الله الفرصه مش بعيده والفرصه قريبه باذن الله، وهنخلص برضو من اي حد مش على قدر مسؤوليه نادي الزمالك او مش بقيمه نادي الزمالك. طبعا انا اكيد عارف ان في ناس كتير زعلت من موضوع الاستغنى ده او فسخ العقد، وناس شايفه ان احنا كنا ممكن نستغل الاستغنى دي بشكل افضل من كده، وممكن الزمالك يكسب منه بطريقه احسن من كده. لكن خليني اقول لك برضو كام حاجه مهمين قوي. اول حاجه الوقت ضيق، خد بالك الزمالك كان عنده مشاكل كتير، قواضي كتير وحوارات كتير، ومنها على فكره مشاكل مع نوادي،
والانديه مش عايزه، في انديه مش عايزه تتعامل، مش عايزه تساعدك. فطبيعي جدا جدا ان انت برضو يعني هم شايفين ان دي مخلفات غيري، فخلاص بقى انضف وبعدين ابقى افكر في اللي جاي. فهو شايف كده، والوقت صدقني ضيق ولازم تسجل لعيبه، فانت لو في الموقف مش هتعرف تتصرف. لازم كان يحصل كده. وخليني برضه اقول لك الجانب الايجابي من الحته بتاعت الاستغنى دي، اللي انا دي وجهه نظر انا يعني. انا شايف ان الحته اللي بتاعت الاستغنى دي حتى لو احنا عملناها دلوقتي مجبرين او غصب عننا، لكن ان احنا ممكن نستغلها بشكل ايجابي. ان اللعيبه لما تشوف لعيبه بيستغنى عنها بمنتهى السهوله كده، اكيد هيفكر 1000 مره قبل ما يتكاسل او ما يعملش اللي مطلوب منه. ليه؟ لان هو شاف ان انت ممكن سهل جدا يستغنى عنك وبالرخيص، مش عايزينك ومش عايزين منك فلوس، اتفضل. فاعتقد ان اي حد بيفكر او اي حد ما بيعملش اللي مطلوب منه او ما بيعملش اللي عليه بالبلدي، لا هيفكر 1000 مرة، لان هو شاف بعينه لعيبة بيستغنى عنها ويعتبر ان هم اتسابوا يعني. وخليني اقول لك برضه هم اللي مشيوا دول او اللي استغنى عنهم دول عملوا ايه. يعني انت عندك مثلا، هديك مثال واحد بس منهم عشان برضه هم لعيبه كانت في الزمالك وانا ما بحبش اجرح في حد او اغلط في حاجه. طيب عبد الله جمعه بقاله قد ايه قاعد؟ عبد الله جمعه بقاله قد ايه مستواه بينزل؟ عبد الله جمعه بقاله قد ايه بدنيا واقع؟ وبقاله قد ايه بيتخن؟ حاجات كتيره. هو فكر في نفسه؟ طب هو اشتغل على نفسه؟ لما هو مش صعبان عليه نفسه احنا نتضايق؟ يعني هو مش صعبان عليه نفسه احنا نتضايق؟ وهو قاعد في الزمالك بيعمل ايه؟ ما انت موجود بقالك فتره، وكنت يعني كان في وقت كان عبد الله جمعه هو الباك الشمال بتاع الزمالك، كنت انت الباك الشمال بتاع الزمالك. ايه اللي حصل؟ مفيش. طب ارجع تاني؟ مفيش. طب اشتغل على نفسك؟ مفيش. طب خلاص يبقى انت مش من حقك انت تقعد، انت واخد فرصة حد ممكن يكون موجود في المكان ده افضل منك، وده حق الله. هو كشخص انا عن نفسي ليه معايا ذكريات حلوة، فانا ما بتحملش عليه، لكن في الاخر الزمالك اهم، لكن في الاخر جماهير الزمالك اهم. جماهير الزمالك عايزة تشوف دايما لعيبة الزمالك في احسن حال. موسم انتقالات سعيد، وان شاء الله باذن الله يكون عصر جديد لنادي الزمالك، وكل التوفيق لنادي الزمالك في اللي جاي. عايز اقول لكم بكره ان شاء الله في حلقه مهمه جدا جدا جدا. سلام.